اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورته سهله جدا ان شاء الله باذن الله هتعجبكم بطريقه سهله. تعالوا اول حاجه كده كان معايا ربع كيلو من دقيق الاسبونش الجاهز، هحط عليه ربع كوبايه ميه وثلاث بيضات، وهحط طبعا الفانيليا، وبعدين هحط معلقة صغيرة من محسن الجل، معلقة صغيرة تكون مليانة يعني مش ممسوحة كده. وبعد كده هنضرب كل المكونات دي كلها كده ببعضها طبعا لحد ما نوصل للقوام اللي هو بيبقى زي الكريمي كده، بيبقى ابيض زي الكريمة بالظبط. وكوني اهم حاجة مبطنة الصينية اللي انتي هتسوي فيها الكيك، مبطناها زبدة وحاطة ورقة زبدة في القاعدة بتاعة الصينية. وكوني مشغلة الفرن طبعا اول ما تبدأي تشتغلي في تحضير الكيكة هتشغلي الفرن على درجة حرارة 180. ما تدخليش الكيكة بتاعتك الفرن يكون لسه مسخنش، لازم يكون الفرن ساخن جدا. وبعد كده هتدخلي الصينية بتاعتك، وهتسيبيها بالظبط لمدة ساعة الا ربع او اقل كمان على حسب يعني حجم الصينية او الكيكة اللي انت بتسويها، يعني كبيرة او صغيرة. وهتسيبيها لحد طبعا ما تستوي. لو عايزة تشغلي عليها الشواية، لو تلاقيتي مثلا الوش بتاع الكيك لسه ما خدش يعني لون ذهبي كده، فبعد ما تستوي وتختبريها هتلاقيها استوت، فهتشغلي الشواية من فوق بالظبط 3 4 دقايق وهتقفلي عليها. اول ما بتطلع من الفرن انا بروح جايه اقلبها، بحط ورقه زبده كده على الوش، وبعدين بقلبها واشيل ورقه الزبده اللي انا كنت حطاها في القاعده بتاعه الصينيه بس. وبعدين برجع اغطيها تاني بالصينيه. بصي كانت طريه جدا. بغطيها بقى بالصينيه واسيبها لحد ما تبرد خالص تماما علشان اعرف ان انا اقطعها واشتغل بيها يعني. وبعدين نجيب بقى بعد ما طبعا بردت خالص، يعني بعد ساعتين، علشان ما ينفعش ان انا اشتغل بيها وهي سخنه او هي دافيه. لو حطيت الكريمه عليها وهي دافيه الكريمه هتسيل وهتبوظ، فلازم تسيبيها تبرد خالص. وبعدين جبت بقى هنقطع الكيكه بتاعتنا. بصي الربع كيلو بالظبط اداني 4 طبقات كبار، يعني مش قليلين، يعني السمك بتاعهم كبير جدا كمان. فانا هحط 3 بس والباقي هعمله قبات. لو انتي عايزة تحطي مثلا ال4 طبقات فعادي اوكي مفيش اي مشكلة. طبعا الصينية الربع كيلو، عشان نسيت اقولك، الربع كيلو من دقيق الاسبونش حطيته في صينية مقاس 16. لو عايزة تحطيه في صينية مقاس 18 هتطلع كويسة برضو، بس بدل ما هتديكي 4 طبقات في دي هتديكي 3 طبقات بس في الصينية اللي هي مقاس 18. طبعا في الوقت ده بقى احنا بعد ما بردت وقطعتها هنعمل الكريمة. حطيت كوبايتين من المية، وبعدين حطيت معلقتين من اللبن البودر ونص كوباية من السكر بس. وبعدين دوبت السكر كويس، وبعدين نزلت بكوباية كريم شانتيه خام، وهنفضل بقى نضرب فيهم لحد ما ناخد القوام اللي هو بيبقى ولا هو تقيل قوي يعني ولا هو بيبقى خفيف قوي. المقدار اللي انا بقول لكم عليه ده اللي هو كوبايتين ميه على نص سكر وكوبايه كريم شانتيه بالظبط، بتطلع الكريمه مظبوطه، ولا هي بتبقى تقيله قوي قوي ولا هي بتبقى خفيفه، يعني بتعرفي تفرديها، بتبقى يعني متوسطه، يعني بتبقى حلوه يعني في المعقول، ما هيش بتبقى يعني سايله ولا تقيله. وبعدين حطيت طبعا طبقة من الكيك، وبعدين طبعا بنسقيها الأول أو بنشربها. وبعدين هحط طبقة الكريمة وهسويها كويس جدا، تكون متساوية يعني ما تكونش في حتة يعني فيها كريمة كتير وحتة ما فيهاش. هسويها كويس، وبعد كده هحط طبقة الكيكة التانية. إيه، الطبقة القاعدة اللي هي بتاعة الكيكة اللي هي بتبقى في الأرضية بتاعة الكيكة دي هخليها على الوش، دي هتبقى وش التورتة بتاعتي، علشان اكتر يعني اكتر قطعة بتبقى متساوية في الكيك بتبقى اللي هي القاعدة، لان الوش يعني بيبقى كويس بس مش بيبقى متساوي قوي زي القاعدة بتاعة الكيك من تحت. فالقاعدة بتاعة الكيك دي هخليها الوش بتاع التورتة.
كل طبقة من الكيك لازما بسقيها او بشربها بالخليط بتاع التشريب. بصي هو اوريدي اصلا يعني الكيك طري جدا 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 وهشة جدا جدا، بس لما بتحطي الخليط بتاع التشريب ده فعلا بتديلها يعني بصي طراوة، وبتبقى طعمها جميل جدا. جربيها بالطريقة دي هتعجبك بإذن الله. بس وبعد ما بحط طبقة الكريمة وبسويها كويس، وبعدين بحط بقى دي الطبقة اللي هي خلاص اللي هتبقى دي الوش بتاع الكيك بتاع التورتة بتاعتي. بصي متساوية، يعني ما هيش في حتة مثلا سميكة وحتة ما فيهاش، لا هي كلها سوي واحد. طبعا هحط برضو الخليط بتاع التشريب بتاعي او التسقية اللي انا هشرب بيه يعني. وبعدين بقى بعد ما جلستها بس تجليس خفيف كده بالكريمه، يعني ما مليتهاش كريمه من على الوش، أنا بجلسها بس كده بحاجات خفيفه من الكريمه. وبعدين جبت بقى لون اصفر اللي هو الالوان الجل، حطيتها على الكريمه، حطيت زي نقطه كده من اللون الاصفر او نقطتين يعني، لحد ما وصلت للون دوت اللي هو الاصفر، يعني مش فاتح ولا غامق قوي. وبعدين بقى حطيت الكريمه في كيس حلواني كده عشان اعرف بس اللي انا اوزعها كويس على التورته. وبعدين هحطها بقى على التورته بالطريقه دي، وابدا اللي انا اسوي فيها باي حاجه بقى، اسباتولا او اي حاجه متوفره عندك. لو مش متوفره عندك يعني الاسباتولا او اي حاجه، فممكن تفرديها او تسويها باي حاجه متوفره عندك، يعني مش شرط تكون الحاجات دي. بعد ما اوزعها كويس جدا على التورته، وبعدين هبدا بقى اللي انا اسوي بيها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعدين بعد ما اسويها بقى عملت من الجناب بتاعه التورته زي بصي مشرشطه كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين جبت كريمه من الكريمه البيضه، هعمل وردات صغيره كده او روزيتات صغيره يعني. وداير ما يدور برضو التورته كده من فوق هعمل وردات صغيره جدا. بصوا التورته دي كانت العيد ميلاد يعني طفل، كان اولادي ما كانتش بناتي، فانا حطيت الرسومات اللي انتوا شايفينها دي اولادي. مش عارفه ده اسمه ايه سوبرمان ولا اسمه ايه. فحطيت الرسومات دي زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى عايزه اكسر لون التورته بتاعتي من فوق عشان ما تبقاش كلها صفرة، فحطيت كريسبي من اللي هو الشوكليت. وبعدين هحط برضو كريسبي اللي هو لونه ذهبي، علشان يبقى يعني لونين مع بعض كده ما بين الاصفر والاسمر بس يعني. مش هنحط اي حاجة تاني كده، هي تكون جاهزة معانا. كان شكلها جميل جدا وعجبت يعني صاحبتها. بس بدخلها بقى في التلاجة لحد ما يعني العميل يجي يستلمها مني، وبعد كده يكون خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.